الكلاب الضالة بقت جزء من المشهد اليومي في مصر. في أي منطقة تقريبا هتلاقي مجموعات كاملة مستقرة في الشوارع والميادين، وأحيانا بتعتبر المكان ده منطقة نفوذ خاصة بيها. ومع تكرار أخبار الهجمات أو مطاردة الأطفال، بقى السؤال مطروح بقوة: إزاي وصلنا للمرحلة دي؟ الغريب إن المشكلة ما بدأتش فجأة، ولا هي نتيجة آخر كام سنة بس. جذور القصة بترجع لعقود طويلة فاتت. زمان الكلاب كانت بتعيش في أطراف المدن والمناطق الزراعية والأراضي المفتوحة، بعيدة عن التجمعات السكانية الكبيرة. بس مع التوسع العمراني الضخم اللي حصل خلال الأربعين سنة الأخيرة، البشر بدأوا يدخلوا المناطق اللي كانت الحيوانات عايشة فيها أصلا. في العادة الحيوانات البرية لما بيحصل كده بتهرب لمناطق أبعد، بس الكلاب اتصرفت بشكل مختلف تماما. بدل ما تهرب قررت تتأقلم، ومع الوقت بدأت هجرة عكسية غريبة. مجموعات الكلاب سابت الضواحي واتحركت ناحية المناطق المأهولة بالسكان. والسبب ببساطة لأن المدينة بالنسبة للكلب عبارة عن بوفيه مفتوح: صناديق قمامة، بقايا أكل، مخلفات محلات الجزارة والدواجن. وأحيانا الناس بتنزل مخصوص تحط أكل للكلاب بشكل يومي. بالنسبة لأي حيوان، وجود مصدر غذاء ثابت معناه الاستقرار، ومع الاستقرار بيبدأ الدفاع عن المكان، وبعديها يبدأ التكاثر. وهنا بدأت المشكلة الحقيقية، لأن الكلبة الواحدة ممكن تخلف مرتين في السنة، وفي كل مرة تجيب عدد كبير من الجراوي. وبعد شهور قليلة الجراوي نفسها بتوصل لسن يسمح لها بالتكاثر. يعني الموضوع مش زيادة عادية في الأعداد، بل زيادة بتتضاعف مع الوقت بشكل متسارع جدا. ومع وجود الأكل والمأوى وغياب أغلب المفترسات الطبيعية، لقت الكلاب نفسها في بيئة مثالية للنمو، لدرجة إن بعض المناطق بقى فيها أعداد من الكلاب أكبر بكتير مما كانت تستوعبه طبيعيا. بس برضه في سؤال: ليه الحملات القديمة اللي كانت بتتخلص من الكلاب ما قدرتش تنهي المشكلة؟ على مدار سنين طويلة كان الحل الأشهر لمواجهة الكلاب الضالة هو تقليل أعدادها بشكل مباشر. الفكرة كانت بسيطة جدا: طالما المشكلة في العدد يبقى نقلل العدد وخلاص. وعلشان كده ظهرت حملات القنص والتسميم في مناطق كتير. فرق متخصصة كانت بتنزل للمناطق اللي فيها شكاوي متكررة من الكلاب، خصوصا لو في حالات اشتباه بالسعار أو هجمات على المواطنين. أحيانا كان بيتم استخدام الرصاص، وأحيانا تانية كان بيتم وضع طعوم مسممة في الشوارع. لفترة طويلة ناس كتير كانت فاكرة إن الطريقة دي فعالة، لأن الأعداد فعلا كانت بتقل بعد كل حملة. بس المشكلة إن الانخفاض ده كان مؤقت. بعد شهور قليلة كانت الأعداد بترجع تاني وكأن حاجة ما حصلتش، لأن الحملات كانت بتتعامل مع النتيجة مش السبب. مصادر الأكل ما زالت موجودة، أماكن التكاثر لسه موجودة، والكلاب الموجودة في المناطق المجاورة كانت بتتحرك بسرعة علشان تملى الفراغ اللي حصل. الموضوع أشبه إنك تفضي مية من مركب فيه خرم كبير من تحت. هتتعب جدا، بس المية هترجع تاني. وده اللي خلى خبراء كتير وجمعيات ومنظمات دولية تنتقد فكرة القتل الجماعي باعتبارها حل قصير المدى وغير مستدام، غير طبعا المشاكل التانية المرتبطة بيها. التسميم ممكن يضر حيوانات تانية ملهاش أي علاقة بالمشكلة، وممكن يلوث البيئة المحيطة كمان. إما القنص داخل المناطق السكنية فبيمثل خطر إضافي على السكان. ومع الوقت بدأت دول كتير تغير طريقة التفكير بالكامل. بدل ما يكون الهدف هو القضاء على الكلاب، بقى الهدف السيطرة على أعدادها ومنع زيادتها. وبيظهر هنا سؤال مهم جدا: هل أصلا اختفاء الكلاب بالكامل من الشوارع هيكون شيء إيجابي، ولا ممكن يخلق مشكلة أكبر من اللي عندنا دلوقتي؟ الإجابة اللي ممكن تفاجئ ناس كتير هي لأ. اختفاء الكلاب بالكامل من الشوارع مش معناه بالضرورة إن الحياة هتبقى أفضل، لأن الكلاب في المدن مش مجرد حيوانات موجودة وخلاص، لكنها جزء من نظام بيئي كامل. الكلاب والقطط والطيور الجارحة بيلعبوا دور مهم في السيطرة على حيوانات تانية زي الفئران وبعض الآفات اللي أغلب الناس بتعتبرها أخطر بكتير من الكلاب نفسها. لو الكلاب اختفت فجأة من منطقة كاملة، ممكن نشوف زيادة كبيرة جدا في أعداد القوارض. ودي مشكلة مش بسيطة، لأن الفئران معروفة بقدرتها على نقل أمراض كتير والتسبب في خسائر صحية واقتصادية ضخمة. كمان وجود مجموعات مستقرة من الكلاب أحيانا بيمنع دخول حيوانات برية تانية للمناطق السكنية. علشان كده الخبراء ما بيتكلموش عن الإبادة الكاملة، لكن عن الوصول لتوازن: عدد معقول من الكلاب يقدر يقوم بدوره الطبيعي من غير ما يتحول لخطر على الناس. ومن هنا بدأ يظهر الحل اللي بتتبناه دول كتير حول العالم حاليا: نظام اسمه TNR، الإمساك بالكلب ثم تعقيمه ثم إعادته لمكانه. الفكرة بسيطة جدا: بيتم الإمساك بالكلب وبتعمل له عملية تعقيم تمنعه من التكاثر وبالطعام ضد السعار، وبعد كده بيحط عليه علامة مميزة وبترجعه لنفس المنطقة.
في البداية الفكرة ممكن تبقى غريبة لو الهدف إن إحنا نقلل العدد، ليه بنرجعه الشارع مرة تانية؟ الإجابة إن الكلب المعقم بيمنع كلاب جديدة من احتلال المنطقة، بس في نفس الوقت مش هيخلف أجيال جديدة تزود المشكلة، وبعد سنين بتبدأ الأعداد تنخفض تدريجيا بشكل طبيعي من غير ما يحصل فراغ يجذب مجموعات جديدة. بس رغم نجاح الفكرة في دول كتير، تطبيقها على أرض الواقع في مصر مش سهل أبدا، لأن المشكلة إن أي حل حقيقي للكلاب الضالة لازم يبدأ من السبب الأساسي اللي بيخلي أعدادها تزيد أصلا، وأول سبب هو القمامة. طول ما الشوارع مليانة مصادر أكل مفتوحة، هتفضل الكلاب تلاقي بيئة مثالية للحياة والتكاثر. عشان كده تحسين منظومة جمع المخلفات يعتبر من أهم خطوات الحل، لأنك ببساطة بتقلل الموارد اللي معتمدة عليها الحيوانات. الخطوة التانية هي التوسع في برامج التعقيم والتطعيم. صحيح العملية مكلفة وبتحتاج وقت ومجهود كبير، بس أغلب الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إنها من أكتر الطرق فعالية على المدى الطويل. وفي ناس بتحط حلول إضافية زي إنشاء ملاجئ كبيرة أو مناطق مخصصة لإيواء الكلاب بعيد عن التجمعات السكنية، بس حتى الحلول دي بتحتاج تمويل ضخم وإدارة مستمرة عشان تنجح. وعلشان كده مفيش حل سحري هيخلي المشكلة تختفي بكرة الصبح، إحنا بنتعامل مع ظاهرة تراكمت على مدار عشرات السنين، ومن الطبيعي إن علاجها ياخد سنوات هو كمان. وفي النهاية سواء كنت متعاطف مع الكلاب أو شايف إنها أصبحت خطر حقيقي، فالجميع تقريبا متفق على حاجة واحدة: الوضع الحالي ما ينفعش يستمر بالشكل ده. لو وصلت لحد هنا انتوا أجدع ناس، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوا حلقات أجمد.